الخط الامامي، لكن المدرب إرنستو فالفيردي فضل الاحتفال بها على مستوى دكة البدلاء. سريعا ستعطى ضربة البداية من حسم لقب الدوري الاسباني الممتاز. 77 نقطة مشاهدة. هو جول لا، فرصة الثانية والثانية من البرازيلي كوتينيو. دائما الخطورة للبارسا والقدم البرازيلية التي أضاءت فرصة التقدم للنادي الكتالوني. أول اختبار، أول تهديد، البداية مع الأوروغواياني سواريز سفاح الأوروغواي وسط الميدان المنورة. هنا الانطلاقة، فرصة، ولكن هذه فرصة سيرجي روبرتو ألافيس. الحكم يعطي الإشارة لتنفيذه من جانب رفقائي سواريز. هذه كرة تطول أخرى كاتالونية بلمسة سيميدو، راسية من فيدال، بعيدة جدا يا فيدال، لما توقع وجودك في هذا المكان يا فيدال. عموما حاول فيها لعب هنا كارليس سالينيا مباشرة. سواريز اخيرا سواريز يهدد، سواريز يسدد، ولكن في البارسا نعم الممثل الوحيد كذلك في الشامبيونز ليج. والكره محاوله المرور، الدفاع يتدخل والحكم يشير الى خطا في هذه اللحظات. نعم ضربه حره لفائده او رميه جانبيه لفائده ديبورتيفو ألافيس. سلامات يا بيكي هنا لحظه الاصطدام. نعم التدخل كان سليم، وقع الاستيت. شوط المباراه الاول تلعب هذه الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه مره ثانيه، اخيرا يهدد ديبورتيفو ألافيس. اخيرا الحل من كره تمرر 1-2 مع ارتورو فيدال. فرصه، هو جول. احلى تيكي تاكا واحلى كره واحلى لمسات واحلى الهدف لك يا البارسا. احلى هدف يا البارسا باداء جماعي اكثر من رائع، يفتتح باب التهديد مشاهدينا الكرام كارليس سالينيا. يا سلام على هذا الهدف ويا سلام على هذا الاداء الجماعي. هات الصوره، هات الاعاده، هات اللقطه. نعم انطلقت معك هنا من البارسا من الجهه اليمنى مع اللاعب سيرجي روبرتو. وصلت بعد ذلك لفتح يد واضحه. هذه الاعاده مره اخرى للكره الماضيه. نعم فيها لمسه يد، والاعاده من عده زوايا تؤكد بان لاعب ديبورتيفو ألافيس توماس بينا يلمس الكره بيده، وبالتالي اعتقد ان الحكم من الواجب الاعلان عن ركله جزاء في هذه اللحظات للمس الشباك مره اخرى. باتشيكو وسواريز جول سواريز. نعم لا يضيع سواريز من ركلات الجزاء الثانية للبارسا، والهدف 21 لك في مسيرتك هذا الموسم. نعم الهدف رقم 21 لك يا سواريز في مسيرتك مع نادي برشلونة في لا ليغا الإسبانية. هدفان مقابل شيء، تغير كل شيء في المشهد الثاني مشاهدينا الكرام. تغير كل شيء مشاهدينا الكرام في المشهد الثاني. سواريز